السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى جايلكم بحتة فيديو، حاجة كده يعني ايه عظم. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده يا جماعة صينية قرنبيط كده في الفرن، من غير زيت بقى ومن غير قلي وحاجات كتير كده مع شوية اضافات. يعني لو فضلت اوصف لكم كده في جمالها مش هوفيها حقها. طعم وريحة وشكل ولون وكل حاجة، وحاجة مغذية جدا جدا، وضايفين شوية مكونات كلها موجودة في قلب البيت. مفيش أي حاجة يعني يعني ايه مكلكعة ولا كل الكلام ده. كل الحاجات اللي أنا ضفتها موجودة في البيت، بتزيد بقى قيمة غذائية كمان القرنبيط وطعم جميل. هو كده دلوقتي كده لسه طالع من يعني يا دوبك طالع من الفرن، هدا يعني هدا بس شوية صغيرين كده. وما شاء الله شوفوا الخرطة عاملة ازاي. يعني كمان لو استنيتوا عليه كمان لما يبرد حبة كمان هتلاقوا اصلا حاجة كده يعني جميلة. بجد بجد اللي مجربش الطريقة دي في الكرنبيط بالذات فايته كتير، فايته كتير. تعالوا بقى اقول لكم عملنا الحلاوة دي ازاي. وبأبسط المقادير وبيضة واحدة. يا جماعة احنا لازم نوفر بقى اليومين دول عشان الدنيا غالية كده والدنيا مش متظبطة. والله الصينية دي انا عاملاها ببيضة واحدة، ولو دقتوها متصدقوش ابدا ان هي بيضة واحدة خالص. طب بجد بجد حاجة كده فل. تعالوا بقى نشوف احنا عملناها ازاي. اول حاجة انا سلقت معاكم القرنبيط في فيديو قبل كده، وقلت لكم لازم في سلق القرنبيط بنحط كمون وملح. طبعا الكمون علشان بيخلي ريحة حلوة للقرنبيط، طبعا بيشيل اي غازات فيه يعني ايه. فالكمون حلو. بعد ما سلقته بقى قطعته كده حاجات صغننة زي ما انتوا شايفين كده. ما احنا هنعمله صينية بقى، مش هيبقى مكلكع ولا هنقلي في الزيت ولا كل الكلام ده. معايا بقى طاسة، بصل، فلفل، مفيش طماطم، بصل وفلفل احمر وفلفل اصفر وفلفل اخضر. وهنشوحهم مع بعض بمعلقة زيت. مفيش فلفل الوان يبقى فلفل اخضر وبصل، وهيبقى فله كده ولا اي حاجة. تمام، ولكن هو عندي فانا حبيت اضيفه. معايا كده بيضة واحدة زي ما انتوا شايفين، بيضة واحدة وما بزودش عنها. وهرجع تاني اقولك زي الفيديو اللي فات، لو انتي عايزة تحطي في القرنبيط بتاعك يعني اكتر من بيضة يبقى تمام وزي الفل. حطي بيضتين، حطي 3 اللي متوفر عندك تقدري تشتغلي بيه. تمام. هبدأ بقى ان انا اعمل البيضة دي كده بالشوكة، وابدأ ان انا اجهز بقية المكونات اللي انا هحطها. طبعا احنا عشان بيضة واحدة فعايزين سوائل كتير، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي كوباية لبن. كوباية اللبن دي تقدري تكون كوباية مية، وتقدري آه، تخليها نص مية ونص لبن. ولكن اللي متوفر عندك تقدري تشتغلي بيه. يعني اللي انا حطيته ده يبقى نص مية ونص لبن عادي، برضو تديكي نتيجة حلوة. كله لبن تمام ماشي، كله مية برضو تمام. احط بقى يعني شويه شبت حلوين قوي قوي. يعني الخضار اصلا في القرنبيط بالذات يعني كتريه، مش معلقه ولا معلقتين. يعني لو عندك حزمه كده تقدري تقطعيها كلها عادي، مفيش اي مشاكل. شويه حلوين كده زي ما انتم شايفين. هبدا بقى احط الدقيق. احط كوبايه الا ربع دقيق كده، علشان احنا عايزينه يعني يكون حلو كده. ما احناش عايزين برضو نكتر الدقيق علشان طعم الدقيق ما يبانش فيه، وفي نفس الوقت مش عايزين نقلله علشان تبقى الخلطه زي ما انتم شايفين كده طالعه بخرطتها كده وحاجة عظمة. وتكون طعمها حلو كده. هبدأ بقى اقلب الدقيق طبعا بشوكة بمضرب بقى المتوفر. هبدأ بقى اقلب الدقيق مع الشبت مع كل. شوفوا شوحت الخضار ودبلته، البصل والفلفل الالوان. هبدأ انزل عليه بالقرنبيط. بصوا بقى لو عندكم فرصة ان انتوا تخلوا القرنبيط ده ياخد تشويحة مع الخضار، يبقى انتوا كده كمان هتطلعوا طعم يعني احلى من اللي انا طلعته. ولكن علشان الوقت فانا حبيت بس اقلبهم كده على طول في الطاسه مع بعض، تاخد بس السخونيه، لان الطاسه طبعا لسه جايه من على البوتاجاز، تاخد السخونيه. ولكن انت لو عندكم فرصه ان انتوا تقلبوا الكرنبيط كده دقيقتين كده مع الخضار على البوتاجاز، هياخد يعني تحميرة بسيطة كده من الزيت اللي في الخضار، هيديكي طعم اصلا في منتهى الجمال. تمام. هبدأ بقى اوزع الخضار كله في القالب بتاعي. طبعا صينية ألومنيوم بقى، بايركس، بورسلين، أي حاجة موجودة عندك. والله لو عملته في طواجن مقولكيش هيبقى تحفة برضه. هبدأ بقى أبهر الخلطة اللي أنا عملتها دي، البيضة وكوباية اللبن وكوباية إلا ربع دقيق وشوية الشبت. هبدأ أبهر بقى بملح، شطة،
كمون، كزبرة، فلفل اسمر علشان البيض. كلها بهارات موجودة في قلب البيت، ولا بابريكا بقى ولا اي حاجة من البهارات اللي احنا التانية دي. هو القرنبيط يعني كمون وشطة، يعني مفيش اكتر من كده، وهتاخدي نتيجة بقى يعني ولا اروع. هبدأ بقى احط ايه البهارات بتاعتي، وتبص كده بالكمون علشان الكمون بيدي ريحة حلوة قوي. لما زال احنا لما بنيجي نعمل المحشي طبعا هو زيه، بنكتر الكمون لان الكمون هو اللي بيدي الريحة الجميلة دي. هبدأ بقى احط الملح. وتقدري طبعا تظبطي بقى الملح على حسب بتحبوه حادق، بتحبوه مثلا ايه، يعني حدقه عالي شوية واطي، إيه مظبوط. ولكن كل حاجة في المظبوط طبعا بتبقى كويسة، بس الشطة احبها تكون ايه ظاهرة شوية في القرنبيط. وانا اصلا حاطة في تشويحة الخضار حاطة شطة، اللي هو الفلفل الحر ده، حاطه برضو علشان يدي برضو نسبة حرارة كده حلو. هبدأ احط في الخلطة دي معلقتين زيت. طبعا الزيت ليه يا مروة؟ علشان الزيت يحمر لي او يكرمل لي الوش بتاع القرنبيط، تكون الصينية طالعة متحمرة من فوق وشكلها حلو، علشان ما تبقاش زي المسلوق. ده وجهة النظر من غير زيت. ولكن لو جينا نعمل يعني وجه مقارنة هنلاقينا مستخدمين في الوصفة كلها معلقتين زيت. انما لو بنقليه على البوتاجاز هنلاقينا ايه، مالين الطاسة كده كابين فيها ازازة زيت بحالها، يعني مش معلقتين زيت ولا حاجة. هبدأ بقى ان احنا ايه، احط بقية المكونات. اخر مكون بقى وهو المكون اللي هيوديه للخلطة دي في حتة تانية خالص، هو الثوم المفروم كده معلقة صغيرة من بتاع يعني من بتاع الشاي، مليانة كده ثوم مفروم، هي دي اللي هتديني. بصوا الخلاصة بتاعت التتبيلة اللي احنا عملناها دي. هبدأ بقى احط الثوم وهقلب المكونات دي كده كلها مع بعضها، وهنزل بيها على الصينية اللي فيها القرنبيط المسلوق اللي متشوح مع الخضار، الفلفل الالوان بقى والبصل وكل الكلام ده. ليه ما حطيتش يا مروة مثلا الثوم مع الخضار وهو بيتشوح؟ علشان يفضل ايه، الريحة دي يكون محتفظ بيها وطول ما القرنبيط بيغلي معانا في الفرن. هبدأ بقى انزل بالخلطة. طبعا احنا لما بنشتغل بالمعلقة هو الخضار بيرسى كده على الوش، فعادي مفيش اي مشاكل. عايزة بعد ما تحطي تقلبي الخلطة دي في بعضها كده تقلبي عادي. عايزة تسيبي الخضار على الوش زي ما انا هسيبه مفيش اي مشاكل عادي برضه، دي كلها حرية. ولكن اللي حضرتك مثلا ايه تحبيه. هبدأ بقى ايه احاول يعني اوزع الخليط كله بالمعلقة على جميع الصينية، ولما احس بقى ان كله اتوزع عليه اقوم انا حاطة بالحلة كده كلها على بعضها اللي فاضل كله على الصينية، وابدأ اسويها بقى من جميع الاجناب كده، وامسح الحروف بتاعتها، وابدأ ان انا ادخلها الفرن. على فكرة يا جماعة انا بشتغل معاكم ومسخنة الفرن على اعلى درجة حرارة. ليه بقى؟ علشان تدخل تغلي على طول، الحرارة كده تخليها تمسك وتحمر في نفس الوقت. يعني انا شغالة كده معاكم والفرن شغال عادي مفيش اي مشاكل. ببقبق كده من الحروف، يعني لسه طالع من الفرن دلوقتي حاليا كده. بجد الريحة كانت قلب الدنيا، الريحة جايبة لآخر الشارع. جميل جميل جميل، موفر جدا خاصة في الزيت يعني. وحلو وطعمه أساسا طعمه حلو. يعني الصينية دي كده مش محتاجة جنبها غير رغيفين عيش ولا أي حاجة جنبها خالص خالص. يعني هي فيها كل الحاجات، فيها بيض بقى وفيها قرنبيط وفيها خضار وفيها كل حاجة، يعني هي مش محتاجة أي حاجة جنبها. بجد والله يا جماعة طعمها حلو، جربوها. لو لسه مجربتوهاش يعني جربوها، وجربوها بالطريقة دي، وجربوا تضيفوا فيها كده الخضار، شوفوا طعمها هيكون عامل ازاي. مش هتندموا أبدا على إضافة الخضار فيها. هتحسوا ان الكرنبيط كده راح في حتة تانية، وفي نفس الوقت هو طعمه هو يعني هو. جربوها بقى مش هتندموا ابدا لو جربتوها. هبدأ بقى دي كده يا جماعة لسه سخنة وما شاء الله، يعني ماسكة كده في بعضها، مش مفرفتة ولا مهربدة ولا كل الكلام ده. وشكلها حلو والخرطة كده طالعة مظبوطة بالظبط. فجربوها ان شاء الله ان شاء الله، انا واثقة ومتأكدة ان هي هتعجبكم. طبعا انا عملتها قبل كده طبعا يعني من غير الخضار، ولكن دي بإضافة خضار بس الطعم في منتهى الجمال. طبعا لو زودتوا بيض دي براحتكم، ولو قللتوا برضو وعملتوها ببيضة واحدة برضو هتاخدوا نتيجة فلة زي ما انتوا شايفين.
اي حاجة يا جماعة عندكم ما توظفوها. يعني ما يعني بجد بجد هي حلوة. ان شاء الله هنعمل مع بعض هنعمله بصلصة. وهنعمل كده في شوية تكات وحركات ان شاء الله هتعجبكم. يعني وهتبقى يعني حلوة، واي حد ما بيحبش الكرنبيط يجربه بالطريقة دي. انا واثقة ومتأكدة ان هي هتعجبه، لان انا من الناس اللي ما كنتش بحبه يعني. فهو حلو. لو كان مقلي في الزيت كريسبي بالطريقة اللي احنا عملناها برضو، وبيضة واحدة كان ما شاء الله. ولو عملتيه في الصينية بقى بإضافة الخضار دي هيبقى أحلى وأحلى. يعني يبقى فيه تغيير، يعني لو عملناه في صينية نضيف خضار نضيف حاجات كده حلوة. نحس ان طعم، يعني فيه تغيير في الأكل اللي احنا بناكله. طبعا احنا كلنا بنحب التغيير، يعني هو أي إنسان طبعا دايما يعني بيحب التغيير في الأكل بقى في كل حاجة. جربوها بجد طريقة ممتازة. لو الفيديو عجبكم بقى متنسوش اللايك، والسلام عليكم.